فاز المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الطرفين مساء يوم أمس لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس أفريقيا الجزائر 2023. وشهد الشوط الأول من المباراة التي أجريت على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بمدينة قسنطينة بعض المحاولات من طرف المنتخب المغربي لافتتاح التسجيل، لكن غياب النجاعة الهجومية حال دون ذلك. وبعد الاستراحة بين الشوطين ضغط لاعب المنتخب المغربي ضغطا كبيرا على المنتخب الجنوب أفريقي، لكن النتيجة ظلت على حالها. ومع حلول الدقيقة 72 من المباراة تحصلت كتيبة المدرب سعيد شيبة على ركلة جزاء ترجمها القائد عبد الحميد أيت بودلال للهدف الأول لصالح المنتخب المغربي. وواصل المنتخب المغربي ضغطه على باقي دقائق المباراة للبحث عن إضافة هدف ثاني، وهو ما تحصل عليه عن طريق اللاعب البديل أدم حنين في حدود الدقيقة 83 من اللقاء. وعرفت المباراة أشياء غريبة ومخزية من طرف الجماهير الجزائرية التي كانت موجودة في هذه المباراة، حيث طوال المباراة عندما تكون الكرة لصالح المنتخب المغربي يتم إطلاق صافرات على لاعب كتيبة سعيد شيبة التي كانت في الموعد، وضربت أمنيات هذه الجماهير. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي يقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا، نيجيريا وزامبيا.